يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض فكرة جديدة من البانيه. بدل ما بنعمله على طول مقلي او نقليه او نشويه. لا، النهارده جايلكم بقى بفكرة حلوة جدا. على فكرة انا اول مرة اعملها وعجبتني قوي قوي قوي، وقلت لازم لازم ولا بد اقول لكم عليها عشان تستفادوا انتوا كمان وتعملوها وتجربوها، هتحبوها قوي. فعلا طلعت ممتازة، جميلة جدا. هنجيب بانيه عادي مفيش اي مشكلة، وهقول لكم هنعمل منه ايه. هنعمل منه بانيه كباب حلة. والله العظيم طعمه حكاية. فعلا انا مكنتش متخيلة ان هو هيكون بالطعامة دي ولا بالجمال ده. انا قلت هعمله الاول وهدوق طعمه، عجبني هعمله لكم على طول. بس طلع بجد بجد تحفة حلوة قوي وهيعجبكم قوي، جربوه وقولوا لي في تعليقاتكم عجبكم ولا لا. تعالوا يلا بينا نحضر بقى الوصفة سوا. اول حاجة عندنا اهو، انا جايبة ده كيلو بانيه. وقطعته غسلته طبعا الاول كويس، وبعدين بتصفيه وتقطعيه كده بالمنظر ده كده. بصي تكوني القطعة في الحجم ده بالظبط. بصوا تمام، هو انتوا كده هتسيبوه بعد ما يتصفى كويس وتقطعوه كده بالمنظر ده. هتجيبوا هنا 4 بصلات هتقطعوهم التقطيعة دي. ما يكونش البصل صغنطوط، لا يتقطع بنفس التقطيعة دي. بيدي طعم فظيع وبيدي منظر شكله حلو برضو في الاخر. وعندنا هنا 4 فصوص توم اهو. الفص يكون وسط كده. 4 فصوص توم هنهرسهم من غير ملح ولا حاجة، عشان احنا هنستخدم مرقة هنا. وهنا انا جبت طاسة اهو على النار، حطها على النار تسخن كويس، وهنزل عليها بقى بمعلقتين زبدة. تقدري تحطي زبدة صفرا زبدة بيضة زي ما انت عايزة اهو. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقتين زبدة، هتسيح كويس بقى في الطاسة. بصوا سهلة سهلة جدا، وطعمها اهم حاجة طعمها في الاخر يجنن. بصوا انا كده الزبدة ساحت اهو، ونزلت بقى عليها بالبانيه بعد ما تصفى كويس. وبصوا انا مقطعاه ازاي يا بنات اهو، ده الحجم المفروض تقطعي بيه. بس كده احنا لحد كده تمام. هنقلب بقى القطع البانيه دي في الزبدة. هتلاقيها بصي بتاخد لون. هنفضل نقلب فيها بالراحة كده خالص. الوش يعني عشان تاخد على الوشين، تاخد الوشين بتوعها اللون اللي هو بيتغير ده. بصوا هنفضل نقلب فيها كده اهو. اهي اتغيرت خالص ولونها اتغير تمام كده، خدت وش. بصوا بقى هنا هي نزلت مية ازاي، دي المية اللي نازلة منها. فاحنا هنفضل سايبينها على البوتاجاز لحد ما المية، بس هنفضل طبعا نقلب فيها كل شوية عشان ما تتحرقش مننا. لحد ما المية تنشف. بعد ما المية بتنشف بننزل عليها بال4 بصلات اللي احنا قطعناهم بالمنظر ده كده. اهم حاجة المية تكون ناشفة اهو. نفضل بقى نقلب، الخطوة دي مهمة جدا جدا. هنفضل نقلب لحد ما البصل يكرمل. عارفين انتوا اللون كده، اللون الجميل بتاع البصل كده. هنفضل نقلب، احنا كده موطيين النار يا بنات، موطينها خالص. بصوا تقليب مستمر بقى هنا. هنفضل نقلب، هنتعب شوية، نقلب نقلب كده لحد ما البصلاية تكرمل خالص. هتشوفوها معايا. الوصفة دي بجد خطيرة وطعمها جميل وتغيير، يعني مش هنفضل ناكل البانيه كالمعتاد كده. بصوا ما تفتكروش ان الطاسة اتحرقت، انا عايزاها يحصل فيها كده عشان بتدي اللون في الاخر. هتفهموا ليه دلوقتي، هقول لكم ليه. البصل بصوا بقى عمل ايه، لون كده في الطاسة من تحت. اللون ده انا عايزاه. دول ال4 فصوص توم، فاكرين دول هرستهم من غير ملح ولا اي حاجة عشان قلت لكم هنحط مرقة. واللي ما بيستخدمش مرقة دجاج مفيش اي مشكلة،
ممكن تبدليه بالملح. بصوا هنفضل نقلب كده. بصوا البصل اهو استوى وكرمل معانا. الخطوه دي بقى هنجيب بقى كوبايه ميه، احنا محتاجين كوبايتين ميه، هنحطهم عليها ونقلب بقى. هتشوفوا بقى اللون اللي يجنن. وهنا بقى الريحه تبتدي تطلع تحفه تحفه، حلوه قوي قوي، هتعجبكم. ادي الكوبايه التانية. بصوا اهو، شايفين بقى الصوص ده؟ الصوص اللي بيتعمل واحنا بنقلب. بصوا الجمال، ريحتها حلوة قوي قوي قوي، وطعمها احلى، وهتعجبكم ان شاء الله يعني. اعملوها وقولوا لي رايكم ايه. دي بقى بالنسبه للتوابل اللي احنا هنستخدمها. هنا عندي معلقه 7 بهارات، معلقه تمام، ودي معلقه فلفل اسود، ودي ربع معلقه قرفه، ودي ربع معلقه حبهان مطحون. وهنا انا استخدمت 2 مرقه دجاج لان مش محطه ملح خالص. ودي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر. دي كل التوابل اللي احنا هنستخدمها ونحطها على البانيه. بصوا هنزل بقى عليها كلها كده، يلا ونقلب بقى نقلب. شايفين بقى الصوص؟ بصوا لونها بقى ابتدى يتغير. بصوا الجمال اهو، ده اللون اللي كان معمول في الطاسه من تحت. احنا بنوصل البصل ان هو يكرمل مش يتحرق. خليكم شايفين بصوا اللون عامل ازاي. احنا هنوصل البصل ان هو تبقى متكرمله بس مش محروقه، فتاخدوا بالكم قوي من الحته دي، ان انتوا تفضلوا تقلبوا وما توصلهاش ان هي تتحرق. بصوا بقى، بصوا لونها تحفه. وهنا انا حطيت بقى مرقه الدجاج. خلاص هي كده خلاص استوت معايا. قلبتها تقلبتين وبس كده، طفيت عليها. بصوا بقى، بصوا القمر، طعمها حلو قوي. انا ما كنتش متخيله ان هي هتطلع بالجمال ده، جميله قوي. وبصوا لونها، الصوص بقى اللي طالع منها ده بتاع البصل خطير خطير، حلو قوي قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد.